يا مساء الفل يا شباب، يا رب تكونوا بخير. النهارده حابين نتكلم كده عن شوية نقط مهمة جدا محتاجين ان احنا نعرفها قبل ما نبتدي ونكتب كود. فطبعا في البداية خالص حابب اكلمك الاول يعني ايه programming language. اعتقد دي حاجة مهمة جدا محتاجين ان احنا نعرفها في البداية، بما ان انا وانت دلوقتي هنبتدي نتعلم لغة برمجة. فاحنا دلوقتي ممكن ندي تعريف بسيط جدا للغة البرمجة. ممكن نقول مثلا ان هي عبارة عن التول دي بتديني إمكانية إن أنا أنشئ ما يسمى بالبروجرام. يعني إيه بروجرام بقى؟ دي اللي تهمني. يعني دلوقتي لغة البرمجة بكل بساطة هي تول أنا بستخدمها عشان أنشئ برامج. البرامج دي هي اللي بيتم استخدامها بقى سواء مثلا في الكمبيوتر أو بيتم استخدامها مثلا في أي ماشين بشكل عام، لأن طبعا أنت ممكن تعمل برنامج لأكتر من ماشين. ممكن مثلا تعمل برنامج لكمبيوتر، ممكن برضو تعمل برنامج لموبايل، ممكن برضو تعمل برنامج لأي ماشين بشكل عام. يعني دلوقتي البروجرامينج لانجويج هي عبارة عن التول دي بتساعدني ان انا اكتب برامج. البرامج دي ممكن استخدمها مع اكتر من حاجة، ممكن استخدمها في كمبيوتر، ممكن استخدمها لموبايل، ممكن استخدمها لماشين. فالفكرة كلها هنا في برنامج. هو يعني ايه برنامج اصلا؟ محتاجين نعرف دي عشان بالتالي يدينا خلفية عن احنا بنعمل ايه اساسا دلوقتي. طبعا الكلام ده نظري بالكامل، بس انا حابب ان انت تعرفه عشان تبقى مدرك احنا بنعمل ايه. تمام؟ فانا في البداية خالص حابب ادي تعريف لكلمة برنامج. يعني ايه برنامج اللي احنا هنبنيه بشكل عام دلوقتي؟ فقال لك ان في تعريف بسيط جدا لكلمة برنامج. قال لك ان هو عبارة عن مجموعة من الأوامر. الأوامر دي بتديها لأي ماشين. يعني أنا عندي مجموعة من الأوامر دي بديها لماشين، يعني جهاز بشكل عام، سواء كمبيوتر، سواء موبايل، سواء مثلا تكييف، سواء مثلا غسالة، سواء مثلا تلاجة، أي ماشين بشكل عام أنا بديها مجموعة من الأوامر فيما يسمى برنامج. والهدف من كل ده إن الماشين دي تنفذ تاسك محددة يا شباب. يبقى دلوقتي تعالى كده نقول معنى برنامج تاني، لان ده الهدف من كل اللي احنا بنعمله دلوقتي، ان احنا ننشئ برامج. فيعني ايه برنامج اصلا؟ برنامج بكل بساطة عبارة عن مجموعة من الاوامر بديها لماشين، والماشين دي بناء على الاوامر دي بتنفذ تاسك محددة. التاسك دي بقى ممكن ان هي تسخن الاكل، ممكن ان هي مثلا تشغل المروحة، مش عارف، ممكن تخلي الجهاز بتاعك يشغل جيم، ايا تكن بقى التاسك المحددة دي. بس الفكرة كلها ان ده تعريف كلمة برنامج. فيبقى ده كده تعريف كلمة برنامج بكل بساطة. يبقى انا دلوقتي لما اجي اقول لك انا عايز انشئ برنامج، معناها ان انا هبتدي اكون مجموعة من الاوامر. الاوامر دي هديها لماشين. طب يعني ايه اديها الماشين؟ يعني هكلم الماشين يا شباب. يعني بالظبط انا عايزك تتخيل ان في اتنين دلوقتي بيكلموا بعض. كمثال انا وانت مثلا، انا ممكن ادي لك مجموعة من الاوامر اهي، مجموعة من الأوامر أنت هتبتدي تنفذها. ده الأمر الأول، ده التاني، ده التالت، ده الرابع، ده الخامس، ده السادس، عشان في الآخر خالص تنفذ تاسك محددة. فلنفترض اللي هي الهوم ورك بتاعك. يعني أنا ممكن أدي لك مجموعة من الأوامر، أقول لك رقم 1 هتتفرج على المحاضرة، رقم 2 هتبتدي تبراكتس المحاضرة، رقم 3 هتبتدي تحل المسائل أو الهوم ورك بتاعك، رقم 4 بقى مش عارف هتعمل ايه، وخمسة وستة عندك حاجات تانية هتعملها. فدي مجموعة من الأوامر انت هتعملها عشان تنفذ تاسك محددة. التاسك في الحالة دي ان انت مثلا تستدي الليكتشر. فالفكرة هنا يا شباب ان انا كلمتك من خلال الأوامر دي. ده نفس اللي بيحصل بالظبط في كتابة برنامج لماشين يا شباب. احنا بنكلم الماشين بالظبط. ده اللي احنا بنعمله على فكرة، انت كأنك بتكلم شخص. احنا بنعمل نفس الكلام ده بالظبط. انا بروح كده للماشين بتاعتي واديها مجموعة من الأوامر أنا بكتبها. يعني أنا كمان بكتب الأوامر دي في ورقة، زي ما أنا مثلا ممكن أدي لك ورقة فيها اللي أنت هتعمله بعد ما تروح البيت مثلا، أو بعد ما تخلص المحاضرة دي. فده نفس اللي أنا بعمله بالظبط مع الماشين. باجي كده واكتب مجموعة من الأوامر وبعد كده أديها لماشين. فهنا بقى سؤال مهم جدا، هو أنا إزاي هديها للماشين؟ ما أنا معلش دلوقتي بكتب بإيه يا شباب؟ بكتب بالعربي. يعني أنا دلوقتي لو رحت كتبت مجموعة من الأوامر أهو،
واديتها لك انت هتفهمها، لان انا كاتب الاوامر بالعربي، فانت هتاخد الورقه تقرا الاوامر اللي فيها، تبتدي انت تنفذها، تنفذ اللي انا طلبته منك، ويبقى الموضوع انتهى على كده. لكن هنا في سؤال مهم جدا، ان الماشين مش هتفهمنا. هي الماشين بتفهم عربي؟ مش بتفهم عربي، فبالتالي هي مش هتفهم الاوامر اللي انت كتبتها في المكان ده، مش هتفهم الكلام ده خالص. فمن هنا بقى يبتدي يظهر موضوع ان انا محتاج اروح اتعلم لغة الماشين. ليه اتعلم لغة الماشين؟ عشان اقدر اتكلم معاها، ولما اقدر اتكلم معاها اقدر اديها مجموعة الاوامر اللي انا كتبتها، فبالتالي هي تبتدي تنفذها عشان تعمل لي التاسك اللي انا عايزها. فدي نقطة مهمة جدا، يبقى دي اول نقطة، عشان كده اسمها language. ليه بيتقال language في الموضوع programming language ومش عارف ايه؟ لان الهدف منها ان هي تديلك امكانية ان انت تكلم ايه؟ تكلم الماشين. لو انت في بلد غير مصر مثلا، فلنفترض دلوقتي ان انت في بلد اجنبية، USA مثلا، فانت دلوقتي لو عايز تتكلم مع المواطنين اللي هناك عندك حل من الاتنين بكل بساطة. الحل الاول، يا اما تروح تتعلم اللغة بتاعتهم اللي هي انجليش، والحل التاني لو فكرت فيها شوية ان انا ادور على ايه؟ على مترجم ترانسليتر. دول الحلين اللي قدامي، يا اما اروح اتعلم اللغة بتاعتهم فبالتالي اتكلم معاهم بشكل مباشر، يا اما اروح ادور على مترجم والمترجم يسمع مني ويترجم لي. مين يا شباب؟ ويترجم للناس دي. فطبعا دلوقتي ده نفس اللي احنا عايزين نعمله بالظبط مع ايه؟ مع الماشين. انا دلوقتي عايز اكلم ماشين، فنفس الكلام عندي طريقتين، يا اما اروح اتعلم لغة الماشين، يا اما اروح ايه؟ ادور على مترجم. فتعال نشوف لغة الماشين هي ايه. هل الماشين لها لغة؟ طبعا ليها لغة. اللغة بتاعت الماشين 1 و0. المحاضرة الجاية هكلمك ازاي لغة الماشين 1 و0، لكن اللي يهمني دلوقتي ان انت تفهم الكلام ده بس مش اكتر. ما يهمنيش دلوقتي موضوع ال1 و0. تعال نرجع بقى نكمل كلام. يبقى انا دلوقتي عشان اكلم الماشين، يا اما اروح اتعلم لغتها اللي هي 1 و0، يا اما اروح ادور على ايه؟ اروح ادور على ترانسليتور اللي هو مترجم. دي كده الطريقتين اللي قدامي. فطبعا بالنسبة للطريقة الاولى مستحيلة، اكس كده عليها. ليه مستحيلة؟ لان لغة ال1 و0 هي لغة صعبة جدا جدا جدا، ومستحيل ان انت تتعلمها. طبعا ممكن تتعلمها بشكل بدائي، لكن مش هتسمح لك ان انت تكتب برامج معقدة، استحالة. فصعبة جدا 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 ان انت تروح تتعلمها. فبالتالي فكرة ان انا اتعلم اللغة اللي بتكلم الماشين بشكل مباشر مش موجود اساسا، فبالتالي مش هقدر الجأ له. فانا كده مضطر ارجع لايه؟ لترانسليتور. طب مين بقى الترانسليتور اللي ممكن استخدمه فعلا عشان اكلم الماشين؟ الترانسليتور بقى في الحالة دي يا شباب هي لغة البرمجة. من هنا بقى نفهم يعني ايه لغة برمجة اكتر. يبقى لغة البرمجة يا شباب بكل بساطة هي وسيط بيني وبين الماشين. يعني ادي الماشين اهي، وادي انا وانت اهو، تمام. احنا بنكلم لغة البرمجة، ولغة البرمجة بتكلم الماشين. عشان كده احنا بنروح نتعلم لغة برمجة. ليه بنروح نتعلم لغة البرمجة؟ لان احنا هنروح نتكلم دلوقتي معاها. فانا بروح اتكلم مع اللانجوج بروجرامينج اللي انا بستخدمها، بروح اتكلم معاها، اديها مجموعة من الاوامر. خلي بالك انا عايز اعمل كذا وكذا وكذا وكذا. هي تاخد الاوامر دي وتبتدي تترجم كل الكلام ده ل0 و1، حاجات كده كتير جدا جنب بعض. الماشين بقى تفهم الكلام ده وتبتدي تنفذ لنا التاسك اللي احنا عايزينها. فده بكل بساطة وظيفة البروجرامينج لانجوج. لو تفتكر في بداية المحاضرة كنا قلنا يعني ايه بروجرامينج لانجوج، ان هي عبارة عن تول بتدينا امكانية ان احنا نكتب برامج. طب اشمعنى هي يعني؟ او ليه ظهرت اساسا؟ ظهرت لان انت ما تقدرش تتكلم مع الماشين بشكل مباشر، فبالتالي في اشخاص غيرك عملت ما يسمى بلغات البرمجة سهل تتعلمها، فتتكلم معاها بكلام مفهوم انجليش عادي خالص، تحس ان انت حرفيا بتقول كلام لشخص، بس بيبقى كلام منطقي جدا ومرتب. فهي تبتدي تاخد الكلام ده وتحول الكلام ده لإيه؟ للغة الماشين اللي هي صفار ووحايد.
انا ليه بقول لك الكلام ده كله؟ الكلام ده قلت لك مهم عشان لما تيجي تكتب كود تبقى فاهم الكود اللي انا بكتبه ده معناه ايه. الكود اللي انا بكتبه دلوقتي هي مجرد تعليمات مكتوبة بلغة البرمجة دي اللي انا اتعلمتها. انا اتعلمت ازاي اتكلم بيها، فكتبت التعليمات باستخدام اللغة دي عشان هي تاخدها وتبتدي تحولها لإيه؟ لماشين كود. فكده الدنيا بقت واضحة بالنسبة لي ليه أنا بروح أتعلم لغة برمجة أساسا، ويعني إيه الكلام اللي أنا بكتبه ده، وليه بكتب الكلام بالشكل ده. بكتب الكلام بالشكل ده لأن هي language، لغة زيها زي أي حاجة تانية، ليها قواعد وقوانين لازم تستخدمها عشان اللي هيجي يقراها يفهمها. ما أنت لو ما اتبعتش طريقة الكلام الصحيحة اللي هيجي يقرا الكلام من وراك مش هيفهمه انت. فبالتالي انا بروح اتعلم لغة برمجة عشان اقدر اكتب الاوامر باستخدامها، فهي تاخد الاوامر دي وتترجمها لوحايد وتصفار اللي هي بالتالي لغة الماشين. فالسؤال التاني بقى هنا، يعني ايه 1 و0؟ ده سؤال مهم لو انت حابب تعرفه، يعني هنتكلم فيه المحاضرة الجاية ان شاء الله. بس بكده يكون الفيديو ده انتهى، واستناك الفيديو الجاي ان شاء الله. مع السلامة.